اليوم إجازة يا أخوي الأستاذ سمير. المجاهدين، وقتلت وينك الثوار، وقتلت الجباب اللي موجودين في جبل الزاويه، اللي هن كانوا مسيطرين عليها بعد ما حررناها من رجس هذول. عرفت علي شلون؟ والله العظيم جثث طالعنا منه. سووا لي جمال معروف هلا قائد عظيم. شبيه هذا شبيه. وين رايحين انتم؟ على كيفهم بشبحوا الواحد بيخلوا الواحد داعشي وبيخلوا الواحد كردي وواحد على كيفهم على كيفهم. يعني هدول الثوار تبع الحرامية اللي بعفرين هن عم بيقدموا صورة على أساس إنهم جيدة. اسمعوا الخطاب تبعهم. تحياتي لكم. الحمد لله خلص. اكمل الرساله. لا الحمد لله خلص الاخ، الحمد لله خلص. يعني شباب انا ماني فاتح اللايف، واحد يرد على الثاني. باختصار اللي بدي اقوله، انتم كابناء ثوره، هاي الناس اللي عم تشوه بثورتكم، واللي عم تشوه ببوابه ثورتكم، واللي عم تعمل شرخ بين الشعب السوري، واللي عم تعمل فتنه، هذا بس ابو عبد الجحش تبع الظهر. اسمعوا خطاب المنطوبزجيه. الناس اللي موجوده برا قدمت ما قدمت، كل واحد قدم لنفسه، تمام؟ اللي قدم روحه قدمه في سبيل الله. المشكلة يا جماعة مو مشكلة انه نطلع نحن نرد، نحن اليوم عم تتهاجم ثورتنا، وعم تهاجم المحرر، وعم تهاجم، وهاي الناس كلها طالعة تشوه باسم الثورة السورية. بقول لك شو قدمت الثورة السورية؟ شو قدمت الثورة السورية؟ شو حافظت الثورة السورية؟ شو عملت الثورة السورية؟ فهون الرد. انا بقول لك شو عملت. هون الرد بدك تشوفه مني بقى. الرد شو عملت الثورة السورية. طبعا حيش الشرفاء والطيبين والكويسين. الثورة السورية اللي دخلت على عفرين قصدك؟ يعني انت اولهم. انت اولهم ابو عبد الجحش. شاكيتات من محلات سرقت والكاميرا رصدتك وصاحب المحل فضحك على التيك توك. شغلتك حرامي تشواكيت. طبعا تشواكيت بعرف انه الله كان عندكم برد انت سرقت تشاكيت. الثورة السورية اللي بعفرين اللي مسميها الثورة السورية، الثورة السورية ساوت الشجر قنديليين، وساوت الدركتورات قنديليين، وساوت الشاحنات قنديليين، وساوت التراب قنديليين، وساوت غصن الزيتون قنديليين، وساوت الشعب قنديليين، وساوت الأرض قنديليين، وساوت الطون قنديلي، وساوت السردين قنديلي، وساوت الجمال تبع المحل قنديلي. انتو شو سويتوا؟ هاي الثورة السورية. ما عم بحكي على الشرفاء 2010 11 12 هذوليك راحوا خالص الله يرحمهم. بس انتو هاي الثورة السورية عم تحكي لي عليها يا ابو عبد الجحش. ايش عم بتسووا بعفرين؟ اسمعوا هلا نص على قدام. يا رد بشكل صحيح يا غادر لايفي، ما عند كبير الا رب العالمين. لا اله الا الله. الرد لو ما هالجيش الوطني وهالاحرار وهالمحرر الشريف. مداخلته عجبتني، هذا حلوة مداخلته. الا رب العالمين. لا اله الا الله. الرد طبعا انا الرد بعدين بعد ما يخلص بدي ارد عليه، بس اسمعوا لي الرد. كبير الا رب العالمين. لا اله الا الله. الرد لو ما هالجيش الوطني وهالاحرار وهالمحرر الشريف ما ضل شيء اسمه ثوره سوريه. لو ما هالمحرر والموجودين بالمحرر ما ضل شيء اسمه ثورة سورية. الثورة ما هي على التيك توك، الثورة ما هي على هي المنابر اللي عم تعطي أبواق وعم تنشد فلان وفلان وفلان. الثورة بالداخل بخيمة بشهدائها بمعتقلينها بأهلها بجيش الوطني اللي واقف بخندقه على ساتره اللي حامي عرضه وكرامته وشرفه. هي الثورة السورية، هي اللي واقفة بوجه العالم بأكمله، بوجه روسيا وإيران وحزب الله، بوجه هذا ابن غلطة أمه وطاغيته وعصابته.
نحن نتكلم بالداخل وبنقول هذا الكلام، والباقي اللي ما بيحكي نفس كلامنا ما بيمثل الثورة السورية، ولا هو من الثورة السورية، ولا بنعترف فيه. اللي بيحكي غير هالكلام هذا ابن الثورة السورية بيحط ايده بايد الداخل وبيقول للداخل انا ابنكم، انا اخوكم، انا معكم، مع جيش الوطني، مع الاحرار الشرفاء بالداخل قالبا وقلبا. هذا نحن بدنا نقوله. تحياتنا لكم. تمام، تسمح لي ارد؟ تفضل. سيدي الكريم، انت عم تقول ما بسمح لاي انسان يطعن بالثوره، وحيطوا على اللايف معك وعم بطعن رمز من رموز الثوره بجمال معروف. جمال معروف اللي قام فيه جمال معروف ما حد قام فيه مثل اشكال عمر الكردي. جمال معروف الان لما انطلق الثوره وطلع على تركيا. صحيح كلامك. جمال في تفجيرات من وراهم. مضبوط كلامك. خليه يحكي. انت عبرت عن رايك يا عبد. تفضل. جمال معروف طلع لما حاصروا الجولاني وطلع. اخي وقف ترى كلام احمد مو على جمال بس، كلام عمر مو على جمال، كلامه على الناس اللي هلا عم تشوه وبقول لك انا مع جمال معروف كنت. يا سيدي لا، طعن في كمان بكون هو على غير قصد ما بعرف. اختصر. طيب لا جمال على جمال معروف بحكي وأذنابه والأمنيين تبعه وعلى أمنيين تبعه. تفضل احمد، تفضل احمد. سيدي الكريم، جمال معروف بعد ما اتهموه باموال وكذا طلع على تركيا عنده 20 كوارة نحل لحتى الان عم بيسرح بيهم من مكان لمكان. جمال معروف ما طلع جمال. هلا ابو عبده الجحش بيضيع، ما بيعرف ايش بده يحكي، ايش بله. احكي انت الضيف اللي فوق. مو ما بيعرف يدير اللايف، بخربط وين وصل بالكلام. تفضل الضيف اللي فوق، تفضل الضيف اللي فوق، تفضل ضيف اللي فوق. المعروف وادي الضيف والنظام لقنوا دروس الى يوم الدروس. الطعن بظاهر جمال معروف هو الجولاني. تمام، انا من مدينه الباب، انا ما من جبل الزاوي، طلع حركات ولكن ابو انا عبده. طلع الصوره كامله، ولكن عم بيجي بطعن رمز من رموز الثوره بكلام تشبيهي. عمر انت حكيت هذا الحكي طلع على ابو وهلا عم عبده، يرد عليك. طلع على ابو انا عبده. مالي علاقه بهذا الحكي، بس باختصار اخي. أبو عبده تحياتي لك استاذ محمد قاسم منداوي، نور البث حبيب القلب، ربي يسعدك. شوف أنا كلامي كبوة بالبحر. اخي انا عم اقول إذا لك بتعرف حدا باختصار موجود حط في كتم. المنطقة بس دقيقة. إيه تفضل. احمد تفضل ضيف اللي فوق. تفضل اخ الضيف اللي فوق. احمد تفضل. حياك الله يا استاذ محمد، ربي يسعدك، منور البث روحي، الله يطول بعمرك، والله يعطيك العافيه، وشكرا لك على الفيديوهات اللي عم بتوعي الناس فيها. شوفوا شلون بيضيع الله ابو عبد الجحش. تفضل. طلعوا. السلام عليكم ورحمة الله، كيف الصحة؟ وعليكم السلام. نسي مين عم بحكي. تفضل اخ الضيف اللي فوق. احمد تفضل. احمد اسمعوا بس دقيقة. إيه تفضل. احمد تفضل اخ الضيف اللي فوق. احمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، كيف الصحة؟ وعليكم السلام. حياك الله. حياك الله. صوتي مسموع؟ نعم. هلا نحن عمال نحكي على الناس اللي طلعت واللي سرقت واللي نهبت، مو هيك انتم قصدكم؟ لا اخي اللي عم يطعنوا بثورتنا. هلا نحن لا اخي اللي عم يطعنوا بثورتنا. مين؟ ابو عبده هدول عم يطعنوا بثورتنا، وينهم هن؟ في المحرر، هن خارج المحرر. برا يقعدوا ابو عبدو، اللي عم بطعن بثورتك يا كلب يا ابن الكلب، حيش السامعين وحيش اللي عم تابعني، هدول ثوار واحرار الحقيقيين اللي استبعدتوهم عن المشهد، اللي هربوا من وراء امثالك وامثال الحراميه اللي بيركين بعفرين. يا كلب يا ابن الكلب يا ابو عبدو، يا حرامي الجواكيت. وبعدين اللي عم بطعنوا بثورتك يا كلب يا ابن الكلب، هن ما عم بطعنوا بثورتك، هن عم بيدافعوا عن الثوره اللي كانت بال 2011 و12 و13 اللي سرقتوها مننا يا اولاد الكلب. عرفت مين عم بطعن؟ وبعدين لو ما سرامي هدول اللي بيركين برا، الثوار الاحرار
اللي باركين برا، لو ما هنن انت كنت متت من الجوع، كنت فطست من الجوع بسوريا. ادعي لصرامي هدول الباركين برا، ادعي لصرامي اللي باركين برا عم ببعتوا لك خارجيه الك ولنظامك، ولا انت كنت متت من الجوع. اذا عم بيبعتوا لك وبتروح بتسرق جواكيت، ابو عبدو مين عرفت عم بيسوي؟ اين الثوره؟ ابو عبدو اين الثوره؟ اين الثوره عم تحكي عنها ابو عبدو؟ تفضل احمد ضيف اللي فوق. ويحكوا اللي ما بدهم اياه ويطلعوا ليفات اللي بدهم اياه، اصلا ما حد راح يسمع لهم ولا حد راح يلتفت لهم غير اللي مثلهم الخاينين النجوسين. نحن اللي بهمنا واللي بنعتمد عليه هو الله ثم الجيش الحر اللي موجود واللي طلع ما بعد اخر شهر، اول شهر من الثوره، اللي هو مين؟ الجيش العربي. الله نطقه بالحقيقه للي طالع معه بالجيست، الله نطقه بالحقيقه. سمعتوا كلامه للي اول هذا عم بحكي؟ مو احمد اللي فوق احمد، الله بده ينطقه بالحقيقه. وشوفوا ابو عبده الجحش شلون بتضايق، شوفوا ابو عبده الحمار شلون بتضايق الحرامي الجواكيد. الله نطقه، الله من عنده نطقه بالحقيقه انه نحن عم ندافع عن الثوره تبع 2011. شوفوا ابو عبده شلون رجع حاله لورا وما عاد يعرف ايش بده يحكي. لا لهم غير اللي مثلهم الخاينين النجوسين. نحن اللي بهمنا واللي بنعتمد عليه هو الله ثم الجيش الحر اللي موجود واللي طلع ما بعد اخر شهر، اول شهر من الثوره، اللي هو مين؟ الجيش العربي السوري الحر. هو اللي حامي الثوار وهو حامي المظاهرات. ولليوم هو موجود وحرر عفرين، وان شاء الله القامشلي وما تبقى. المهم اللي بده يطلع واللي بده يحكي على الثوار وعلى الثوره يا اما تنزل على اسمعوا الله شلون نطقوا بالحقيقه تبع ثوار 2011. قام ابو عبده تضايق، طلع وين حرر، طلعوا وين محرر الثوار وهو حامي المظاهرات. ولليوم واللي بنعتمد عليه هو الله ثم الجيش الحر اللي موجود واللي طلع ما بعد اخر شهر، اول شهر من الثوره، اللي هو مين؟ الجيش العربي السوري الحر. هو اللي حامي الثوار وهو لاحظوا الجيش العربي الحر، اول كان الجيش العربي السوري، هلا صار الجيش العربي الحر. الجيش العربي بين قوسين الحر، يعني لا شارك الكردي ولا شارك المسيحي ولا شارك الارمني ولا شارك الدرزي، ما حدا شارك، بس العربي بين قوسين، الجيش العربي الحر. هو حامي المظاهرات. ولليوم هو موجود وحرر عفرين، وان شاء الله القامشلي وما تبقى. المهم اللي بدك حرر عفرين والقامشلي وما تبقى بعدين. هل يا ترى بشار بعفرين ولا بالقامشلي ولا بكوباني ولا بالحسكة؟ يعني هلا انا بفهم منك يا مطوبزجي حبيبي كردي سوري، يعني هلا بفهم منك يا جحش، يا ابن الجحش انت وعصه وجماعته وابو عبده الجحش، يعني تركتوا درعا وتركتوا حمص وتركتوا ادلب وتركتوا حلب وتركتوا سوريا كلها، جايين تحرروا لنا عفرين. ومن مين بدك تحررها؟ من مين بدك تحررها عمري؟ من البي كي كي؟ ايوه، لان البي كي كي بعفرين ولا بالقامشلي ولا بكوباني؟ انت ايش لك علاقه بالبي كي كي يا جحش يا ابن الجحش؟ انت شو لك دخل في البي كي كي يا حمار يا ابن الحمار؟ تركيا هي علقانه 40-50 سنه مع البي كي كي، هذا شأن تركي. انت كجحش سوري ايش لك علاقه بالبي كي كي؟ ايش لك علاقه بالبي كي كي يا حمار يا ابن الحمار؟ مع احترامك لصباطي وصباط المتابعين اللي عم بيتابعوني. حررت عفرين وبدك تحرر القامشلي وما تبقى، وتركت درعا وادلب وحما وحمص اللي كان يطلع الاستاذ سمير متيني اللي عم تدعو انه هو انفصالي، اللي كان وقت يوم المعرة النعمان عم تنقصف، ويوم اللي كانت درعا عم تنقصف بده يسلموها للنظام
وانتو جايينك، نحن جايينك قامشلي قامشلي، جايينك يا قامشلي، ونبع السلام عليكم أردوغان، هن عن أبوكم على أبو أردوغان. قلت لي حررت عفرين والقامشلي وبدك تحرر ما تبقى، والمناطق اللي دفعت دم واللي اغتصبوا نسوانه واللي حبل نسوان النظام على كلام النظام. إذا ما عندكم ظلم قالوها لأهل درعا الحبايب، لأهل حوران الشرفاء الطهار، وقالوا له النظام قال لهم تعالوا إذا ما عندكم ظلم نحن بنحبل نسوانكم في شرفكم. إذا عندكم شرف تركتوا العالم بدرعا وتركتوا عالم بمعرة هذا بالمعرة وجايين بدك تحرروا القامشلي. حررتوا عفرين، ايش قدمتوا؟ لنفترض حررتوا عفرين من البي كي كي على قولتكم وعلى كذوبتكم يا حرامية الجواكيت والدركتورات والطون والسردين والسيارات والشاحنات والموتورات والطريزينات. حررتوها يا اخي من عفرين من البي كي كي. ايش قدمتوا للثورة السورية؟ شو قدمتوا للمعتقلين؟ شو قدمتوا للشهداء؟ شو قدمتوا للي باركين تحت المخيمات؟ ما قدمتوا غير الطوبزة للتركي. مثل ما بيقلكن التركي بتشتغلوا ينعن ابوكن على ابو التركي، على ابو عصو، على ابو ياسر حداد. انتو سوار ولك لسه علق وجه ابو عبد الحرام الجواكيت، الك وجه تطلع وتفتح بس وتحكي يا زلمه، ونسا معلق لي هالقماشه وراك. هاي القماشه اللي وراك اللي حيطه وعم تفتخر فيها محمد كرد علي هو اللي اسسه الكردي محمد كرد علي. ايش قدمت؟ انت حررت عفرين من البي كي كي. ايش قدمت لي؟ ايش قدمت للكرد؟ لخي ما تقدم للكرد. بعرفكن عنصريين وطائفيين وقليلين شرف. ايش قدمتوا للعرب اللي باركين تحت المخيمات؟ ايش قدمتوا للمعتقلين اللي عم بيغتصبوا نسائكم عند النظام؟ شو قدمتوا لهم؟ بسرقة الزيتون اخذتوها على تركيا، ولا بضرب الشيوخ بعفرين، ولا بسرق النهب الاملاك العالم؟ ايش سويتوا؟ ايش قدمتوا؟ لسه عبيركين عم تحكوا لي بالثوره؟ لك ضل ثوره يا اولاد الكلب وانتم موجودين فيها. لك ضل ثوره ولسه ما بتخجلوا وعم بتقولوا الثوره. لك 95% كانت بايد الثوار يا كلب يا اولاد الكلب. 95% من سوريا كانت بايد الثوار الاحرار. اللي مات واللي راح خطفه تركيا خطفته، واللي استبعد عن المشهد استبعد. ايش قدمت انت وقت فتت على عفرين يا كلب يا ابن الكلب؟ انت اللي عم تحكي حررنا عفرين وبدنا نحرر القامشلي، ولك واذا انتو الزلم بوجهكم شوارب انت وتركيتك وجيشك الوطني، اذا انتو الزلم وبوجهكم شوارب ونحن الجيش الوطني وجيش الحر العربي السوري، اذا انتو زلم ومراجل قربوا على قوات سوريا الديمقراطية او على شرق الفرات. اذا انتو الزلم وفعلا زلم، لك شوهتوا اسم السوريين، لك شوهتوا اسم الثورة، لك شوهتوا اسم العلم. ما ضل خازوق ما فات فيكم، ما ضل عرصة ما ركبكم، ما ضل ابن حرام ما لعب فيكم. لك رحتوا على أذربيجان ورحتوا على ليبيا ورحتوا على اليمن. لك ما في دولة وما رحتوا عليها وأكلتوا الخوازيق ورجعتوا على سوريا. ما بعرف كم ألف واحد مات بليبيا. شفنا مناظركم اللي بتعرف اللي بتلعي النفس، شلون عم تطلعوا وانتم مخدرين من البونز ومن الحشيش ومن المخدرات. شفنا مناظركم اللي بتعرف، شفنا مناظركم اللي بتخري. لسه عبالك عم تحكيني بالثورة وبتعمل لي هيك، والباركين برا واللي عم بيعملوا وعم بطعنوا بالثورة. ينعن ابوكم على ابو هيك ثورة، اذا الثورة كانت على شكل ابو عبده حرامية الجواكيت والعرصات اللي طالعين معه على الجيست. انتو سوار وين؟ انتو احرار وين؟
انتو عرب وين؟ قال حررنا عفرين والقامشلي وإن شاء الله باقي المناطق، وهن من 7 سنين طلع على النظام ما ضربوا، من 8 سنين طلع على النظام ما ضربوا. انتو سوار عبتشبهوا حالكم للعرب. لقد طلعتوا طبلتوا وزمرتوا العشائر العربية والشيخ الهبل والشيخ الدبل والشيخ الخرا. وين الشيخ الهبل؟ وين الشيخ الهبل؟ امبارحة طلع لي عصا براس الجبسة، امبارح عم بحكي لي على رحمون وممحون وما بعرف مين. لك عصا بكره اذا ما بتطلع شبيح بتبزق بوجهي انت اذا ما عم تتعامل مع المخابرات السورية انا عيب امشي بين زلمتين. انت واردوغان صحبة. لك اردوغان معلمكم اللي عم تتباهوا فيه امير السنة وامير العرب وامير المسلمين. لك بكره بده يطلعوا طيزين بالبيس، والاستاذ سمير قال لكم اياها من 5 سنين، ولتعال نفسنا ونحن عم نقلكم تعالوا لنتوحد، تعالوا لنتشارك. ينعن ابوكم عرصه ولا ما كل واحد قرعت ابوه ما بعرف منين يا زلمه. صرتوا تحكوا لي بالثوره وصرتوا تحكوا لي بسوريا وصرتوا تحكوا باسم العرب. لك اذا العرب على شاكلتكم ينعن ابوكم على ابو العرب، اذا كانت العرب على شاكلتكم. انتم ما عندكم غير الحقد والكراهيه والطائفيه والعنصريه. بعد 13 سنه عم تطلعوا لي مظاهرات 6 7 باوروبا ببرلين شايلين هالخرقه بايدكم تبع العلم الثوره اللي عم تتباهوا فيه، اللي سويتوه اخرى من علم الارهاب واللي بده يتصنف على الارهاب. سوريا حرة تعيش أبية، وسوريا تعيش أبية وتعيش حرة ويسقط بشار الأسد. طلعتوا شفنا مظاهراتكم شلون عم بتسبوا العلوية. لك شفنا مظاهراتكم على هذا تبع الجحش اللي خلفته، ينعن روحك يا حافظ على الجحش اللي خلفته. بعد 13 سنة هذا الخطاب ايش بيقدم للثوار؟ ايش بيقدم للمعتقلين؟ ايش بيقدم للمخيمات اللي عم تطلع مع الاستاذ سمير؟ وهلا عم ببعثوا لي انا عم برفضهم. اللي صار له 12 13 سنه بيركي تحت الخيمه، بيطلع لي العرصه لابن العرصه عصه ابو راس المربع ابو راس الجبسه، قال والله في 3 تجار سمير متيني عم بضحك على العالم وبستضعف العالم، عم بيطالع ما بعرف قرايبته من غرفه تانية. عبالله انت وين بالمخيمات؟ احكي معنا يا اختي، احكي اشكي همك للعالم. استاذ سمير يا ابن العرصه، انت يا عصو، انت وكل معارضتك وتركيتك. استاذ سمير باعت مصاري لسوريا بوزنك يا عرصة. إذا بطلع يمكن أتقل منك كمان وبكتير، أتقل منك بكتير، أتقل منك ومن معارضتك هذا الجيش العرصة الجيش الوطني وبهيم عيسى وأبو أحمد وما بعرف مين قرعت أبوه ما بعرف منين. بيركين عم تحكوا لي بالثورة. لك ثورة إيش؟ لك ضل شيء اسمه ثورة؟ لك أنا بستغرب من الناس اللي بدخل عليها على التيك توك من أخوة الكرد ولا العرب. قال بيركين عم بتناقش ونسع ثورة وكراد، ونحن الكرد ونحن القسديين وانتو العرب وانتو الثورة وجيش لك ضل جيش حر؟ لك ضل ثورة؟ لك جيش الحر بسرق؟ لك جيش الحر بيغتصب؟ لك جيش الحر بنهب؟ لك جيش الحر بعمل حواجز بشلح العالم؟ اين الجيش حر عم تحكوا لي عليه؟ اين الثورة عم تحكوا لي عليها؟ كمل ابو عبد الجحش.